أب يتاجر بالمخدرات ويقوم بحبس أحدى بناته ويقوم باغتصابها، وهنالك مساعي من أجل دفع أموال من بعض تجار المخدرات حتى يتم إخراجه من السجن. نايمة وحاضر زين هالفراش، حاط صندة ومسدس وقافل الباب وحاط العنده. زين. والبيت كلها مترس كاميرات. زين ليش تحكين حكي خطر وشو يعني أنا ما دا أستوعب هذا الحكي. اليوم من مدينة كربلاء راح تسمعون قصة للأسف مأساوية وعجيبة ومصير مجتمعاتنا، لا مجتمعاتنا العشائرية ولا مجتمعاتنا الإسلامية. تعرفون ظاهرة المخدرات بدأت تزيد وتأثر على العوائل وتأثر على المجتمع العراقي. هسه كربلاء قياسا مع بقية المحافظات نوعا ما تختلف رغم هاي التفاصيل، بس احنا حاولنا نوصلها للرأي العام حتى نبين ضرورة تعاطي المخدرات وموضوعة المخدرات وآثارها السلبية. هاي اليوم القصة قصة حقيقية راح تشوفوها في مدينة كربلاء وراح نسمع تفاصيلها. أب يتاجر بالمخدرات ويقوم بحبس أحدى بناته ويقوم باغتصابها، وهنالك مساعي من أجل دفع أموال من بعض تجار المخدرات حتى يتم إخراجه من السجن. وهذا الرسالة موجهة لوزير الداخلية ولقائد شرطة كربلاء ولرئيس اللجنة الأمنية العليا اللي هو محافظ كربلاء أن يتدخل بهذه القضية ويكون هنالك مراقبة وحبس مشدد خاصة في مدينة كربلاء. مدينة كربلاء لها طابع يختلف عن بقية المحافظات. خلينا نسمع. احنا راح نبدي ويا زوجة المتهم، طبعا هم شوي مغطين وجوههم اولا حفاظا على خصوصيتهم. القضية الثانية انهم يعني لا زال هو بالسجن يهدد والدتها، وايضا الحادثة اللي صارت. حجية بدون ما تذكرين اسمك. نعم. اسم زوجك او طليقك اللي ليش طلقتي؟ زين انت ليش طلقتي من عنده؟ من الظلم مالته، من الضرب، يضربني وبعد وياخذني للفنادق ويطلب طلب، يعني حتى يعني يخلص شغله يقول له خل ابو الفندق ينام وياك، وما ذكرت هي من العشيره ولا ذكرت هي مع احد. قلت لهم بس من الضرب شردت بس اتطلق. لا ليش قلت لهم ما اقبل انا. بعدين ما سولفت، اخاف يعني افضحه كيف ابن عمي هو ما سولفت. وابن عمك؟ اي ابن عمي. زين قضيه المخدرات شنو موضوعها؟ يشرب مخدرات كريستال حبوب كل شيء يشرب. يشرب لو هم يبيع؟ اعتيادي يبيع، بس انا ما اشوفه بعيني يعني. انا حد ما رجع راسي يقول ابيع، انا مش مدري انا شو اعرف من عنده. ليش حب وجع راس؟ اي ما اعرف. زين انت قلتي جو هنا الشرطه ولزموا شنو لزموا عنده؟ شنو لقوا عنده؟ لقوا حبوب عنده. طلعوا هنا لقوا اي ولقوا قلوب مال هذا مخدر، هذا اللي يشرب فيه كريستال ما يسمونه يعني مال اداه التعاطي. أيوة. زين انت ليش ما بلغتي كل هاي الفتره؟ انا اخاف من عنده يهددني. بشنو يهدد؟ يقول بس تقولون علي اكتلكم، اطلع اعطي فلوس للمركز واطلع واكتلكم بس تقولون علي. هو سوين؟ هسه هو مركز حي النصر وعنده قاصه اخذوها هنا. زين. القاصه ما حد فتحها من عندهم الا يجي قرار من القاضي. زين تمام. فيها مسدس يمكن. زين كم ابنيه عندك انت؟ كم؟ 3 بنات و5 ولد. زين 5 ولد هذول ولدك ما قدروا يوقفوا؟ ما يقدرون، لا اقدر احميهم ولا هم يحموني. زين كم ابنيه عندك؟ 3 بنيات. بهاي؟ اي هاي بنين وحنين ويقين. ويقين. اي. من كان حابس؟ بس بنين. كان حابس بنين. اي اللي حكي جاني هو كانت هي هنا موجوده يعني مش جابها من عيالها وذبجها لها وخلاها. الزوجة عندها 2 ولاد، واحد عمره 6 ايام وواحد سنه. زين. وذبهم على ابوهم وجابها هنا. زين. جاني الحكي من الولد يابا ترى ابونا هيك جاي يسوي، قلت لهم لا شوفوا لا تقولون على ابوكم هيك، ما اقبل انا، يجون هم يعني البيت ابوي هناك. زين. وكم يما عيب لا تسولفون على ابوكم هيك. يقول هاي تشبيش مخبله، ابونا جاي نشوف اختنا تنام بصفه، جاي نشوف اختنا يعني حتى نطب نلقاها عريانه، يعني هيك جاي يقولوا لي. الى ان بعد هي صارت انفتحت السالفه شردت هي سولفت. يعني انا حقيقه دا احكي وياك بس ما دا استوعب الموضوع. ايوه. بدينا احكي لي شنو الموضوع، بس احنا ما انت المفروض كنت تبلغيني هسه البيت ما راح يفيد، لا راح ياخذ المفروض من اول بس تدنا منه حتى تطلع منه. ما اتحمل هذا الحكي، انا ما اتحمله. يعني هذا واحد انا لو من عندك هذا خليه للسن مال جريديه واكتله واخلص من عنده، يعني هذا لا هو مجرم لا هو حيوان. مخافة الله مو لا هو وحش يا مخافة الله، وين مخافة الله بالموضوع؟ اذا هو هيك يسوي وياك ومعذب جهاله ويضرب ذاك ايوه يسلسلنا بالسناسل شهد الله. يسلسلكم بالسناسل؟ شنو حيوانات؟ روح جيب الصوندة خليه يضربنا بيها روحوا يا روحوا. وين الصوندة؟ خلينا نسمع منه، بنين نحكي لي شنو صار وياك؟ انا كنت ببيت عيالي. بيت عيالك؟ اي. زين شنو رجلك؟ انا جايبه استوني لي 6 ايام. زين. اجى ابوي اتفق ويا زوجي قال له اخذ بنين على مود ترجع امها. زين. قال له ما يخالف، اجاني قال روحي، اخذ ابو عمره ابني الثاني عمره سنه اخذوه من عندي. من اخذه من عندك؟ هو زوجي. زين ليش اخذه من عندك؟ لان ابوي قال له عوفه يمك. زين تمام. جبت اللي عمره 6 ايام. زين.
وجيت وياه هنا قال لي يومين وارجع مرتك لغاية. زين. ورا يومين امه ما رجعت. ورا يومين امه ما رجعت لغاية. زين انت بقيتي هنا شنو محبوسه؟ خلاني هنا موجودة. ورا يومين اخذ ابني ووداه لهناك. زين. فطنه من صدري وداه لغاية. زين. قلت له ابويا جاي الرضعة ومو زين عليه. زين. قال لا الحليب اللي بصدرك ذبيه على المغسلة عادي ابنك خليه يرضع ممه هناك. زين. قلت له تمام لان انا اخاف من عنده. تخاف من شو يسوي كان؟ حاط له صونده ومسدس وقافل الباب وخاف من عنده. زين. والبيت كله متروس كاميرات. زين. يعني ما اقدر اطلع. زين. ودى ابني. ليش ما عندك تليفون انت؟ لا ما عندي. ما قدرت تتواصلين ويا رجلك تقول له تعال هذا كذا يسوي له هو اصلا متفق ويا رجلك لو اصلا ما هو اتفق ويا رجلي قال اريد يعني بنتي اريدها وياي. زين. ومن خابره. زين. ودى ابني ورا يومين قال له خابره. زين. قال له بنين طالبه طلاق. زين. قال له هاي هي واحنا حاضرين يم المؤمن. زين. رحنا طلقنا وكملنا. هاي يعني طلقك؟ طلقنا شنو طلاق طلقك؟ مؤمن. شلون طلقك يعني؟ طبينا يم المؤمن. زين. طلع المؤمن برا قال بابا راضيه بالطلاق. قلت له انا اخاف من ابوي ولا تقول له لان عمتي كانت موجوده تقول لي لا طبيت وقلت اريد رجلش ما يريدش. زين. قلت انا لا رجله ما يريدني شلون؟ زين. يعني اروح بيتنا خلاص. قلت لهم انا طالبه الطلاق ومتنازعه عن الغايب والحاضر وعن الجهاد. زين. خليته وجيت وياه. ثاني يوم اخذنا الفندق شريفه. فندق شريف وين صاير هذا؟ هذا اللي يجيبون بيه اعراس وهاي. زين وين صاير بيا مكان؟ ما ادري والله بس هو بشريفه. ها هناك بشريفه؟ اي هاي خوش هناك. اي. بشريفه يوم كامل هو على اغتصابه ينام وياي. ينزع لي ملابسي كلهن وينام وياي. اقول لك بنيتي انت تحكين حكي خطر شنو يعني انا مدى استوعب هذا الحكي. انا مدى يعني بس ما ادري تباين علي بس انا مدى استوعب هذا الموضوع يعني فعلا هذا اللي تكذبين علي ناصبه علي. حق ما من حسن. لا تحلفين انا ما ليش تحلفين بس انا مدى استوعب الموضوع. زين هو ابوش لو خاف مو ابوش؟ ابوي. شلون اخاف مو ابوش؟ لا ابوي اخذني الفندق شريفه نزعني ملابسي. قلت له ابويا شلون تنام وياي؟ انا مره يعني متزوجه وهاي. قال ابويا جاء الرجال الغريب احسن من عندي. شلون يقول لي انا ما عقلي راح يوقف بس لحظه حسين لحظه